إذا أردت أن ترد على الفرق المختلفة المبتدعة من خلال التفسير، فقد يكون هذا الكتاب أفضل كتاب ترجع إليه، لأن شيخ الإسلام كان يرد عليهم في استدلالاتهم ويرد عليهم أيضا باستدلال من عنده، وبالتالي الفوائد في هذا الكتاب متنوعة جدا. إذا كان هناك تكرار قد نكتفي بقراءة نص أو نصين ونتجاوز بعض النصوص، وليس فيه أي إخلال إن شاء الله بالمقصود، لأن القصد هو أن نقرأ كلامه في التفسير. إذا كان يتكرر فلا داعي أن نكرر. هؤلاء الذين جمعوا أحسن صنعا لما أوردوا كلامه حتى ولو تكرر. هناك جهد آخر بذل في كتاب ابن القيم بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن القيم الجوزية، هذا في 3 مجلدات، كان في 5 مجلدات، الآن يختصر إلى 3 مجلدات. والذين جمعوا كلام ابن القيم اقتصروا من كلامه على نص أو على موضع واحد، وبالتالي ما أقول أساءوا، إنما لم يحالفهم التوفيق في ذلك، لأن في كلام ابن القيم أحيانا في بعض كلامه